الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال لي مسلمانا للدنيا يقشكي هدفي إنساني مؤمن، هدفه أنه خذ تعالى جي حزبك، مقصده خذ الدنيا أنه خذ تعالى جي حزبك، وحتى خذ تعالى اشتا حزبك لازم تهنك عمل بك، قدري خذ تعالى جي حزبك تلوير كي بيبني، دري قو خذ تعالى جي حز ناكت لازم تلوير كي نخوني، تشتي قو خذ تعالى جي حزبك تبكي، تشتي قو حز ناكت النكي. فهذا اللي حس كرني قال لي مسلمانا لفي دنياي إنسان قشكي دخازي جهنك إنسان رخجيرة خشتك وحتى إنسانك جي حزبك، يكي زنجين به أو باشقانك به رئيسك به، يكي مسؤول به وحتى اشتا حزبك. بس إنساني مؤمن هدف آخر كاري قلت أنه مقصد آخر خذ تعالى اشتا حزبك، حسكرني مخلوقا نا بيش داده نا پاش داده، بس حسكرني خذ تعالى قشتا حزبك عرض عزمان قشتا حزبك. وقال لي مسلمان أما هاي إن شاء الله خذ تعالى بقسمته ماك، أما قال عملي قو خذ تعالى قو بيشتا حزبك شا عمله؟ أول عمل قرآن أنه تدخوازي خذشتا حزبك قرآن بخونه معني ويفعن بك شو خذ تعالى دو قرآن دا قوتي جي شا حزبك شا عملي شبابت جي حزبك دو قرآن دا ذكر بي قرآن بخونه وجي فعن بك، وقرآن يقول تحرك بخني لأنه كلامي خذ تعالى خذشتا حزبك. خذ تعالى دو قرآن رجال ورتل القرآن ترتيلا، قرآن قران أحكاما درغونا شنيه بخنا شباب. خذ تعالى إن الذين يتلون كتاب الله يهانا كتابي خذ تعالى دخنن وقول له أحكامي تيضا ذكن، قول له شرعي خذ تعالى ذكن، أو نام مستاهل رحمي خذ تعالى. آية أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ما قرآن إذا نافكرن قرآن فعم ناكن ما دلي واني قرتي زنجر كري كليد كري قلت ناخذ جوان ببي كلامي خذ تعالى بفكره. عثمان بن عفان رضي الله عنه دبي بيغمبر عليه الصلاة والسلام قلتي خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خير إنسان ايتور رند الشباب أو القرآن هوكر وغير خج قرآن هوكر. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها نبي ماهر بالقرآن أو القرآن الشباب دخولي أحكام شباب تنيشونه وقول له كلام يأخذ تعانك أو بملائكامه. لهنا كان يا رسول الله قرانا حرف زورة كان سر هذا فله أجران أو كسك بوش قرآن فناقره شقص قراءته زعيفه شقص القرآن سر زماني تي قرام به أجي تيجي زيدية وكلام خذ تعالى نبوش من إنسان تنبير فناقره كده مسلمان. بيغمبر عليه الصلاة والسلام وقفت القرآن ده اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لصاحبه. قرآن بخنن وري قيامته شفاعة اشترى بك وعقرت القرآن خان والبيت شوي واشترى شفاعته بك، أما تخان وتقول لي نكر واشترى حجة به سرتبه نشترى. فخذ تعالى القرآن اجمر حجتك بيش مدى ما ببي جنته نباش مدى ما ببي جحنمه. قال لي مسلمانا تبي أو بدلي قو قرآن تي كذا خذ تعالى قامشة ودلي نابه أو آري جحنمه نيزكه ودلي نابه أو شافي قو هسران بكن جخوفي كلامي خذ تعالى وقت قرآن ولا خاندن أو شافنا آري جحنمه نابه. قال لي مسلمان قرآن جي كلامي خذ تعالى قلت خازي خذش تحزبك كلامي خذ تعالى بربخونه. سبب الديان وأنه خذ تعالى جي إنسان حزبك التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. بعد يقول تشتي خذ تعالى فرد كري عملت الديان وخذ تعالى بيجي إنسان حزبك شيء نافلنا قزام بربك دشام وبين شام الروجي بكره صلاة الضحى بك سنتان بك قيام الليل بك قرآن بخونه. و دلیل حس کرنے خدا تعالی نے گلے مسلمانن
حديثك بيخنبر عليه الصلاة والسلام بيجي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقت قلت تشتي خد تعالى صارت فرض كي تعاني شنو وتهين كان زيادة جد برد كي معناه مقصد خد تعالى اشتحزبك وخد اشتحزبك كي نيزك تبب كانوا دعوي بخد تعالى رادكي مقصدها انه خد اشتحزك خد تعالى دوستي من وكسك نيزكي نبي تتخازي دوستي خد تعالى بي بني خد تعالى اشتحزبك شي حزبك امري خد تعالى ونا شنو وبيت دوستي خد تعالى بيشتحزبك قال لي مسلمان دبي بخد تعالى ده حديث هذا يجي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. عبدي من نافلان دكي دشمو بين شمان دقري قرآن دخوني نمي شاف دكي فاسبي قو أجي حزب ومجيجي حسكر أسقاميشا وي إنساني نابم ريشاش تهر أسقاميشا وي إنساني نابم قو قناكي بكي أزا دستي ويبم شافي ويبم قهي ويبم زماني ويبم لأنه وقت الذكر خد تعالى كتا جاني تقشكي بني دارك يقول كسك ببي نيل اللي تشتكي بكي عملك خراب نيل اللي شوري خلقي بكي نيل اللي تحرامي وبنيري نيل اللي تشتكي حرام ببيسي لأنه تدوس خد تعالى وقت خد تعالى جواني بمني لعزمان باندك يا جبريل فعبدي من في عملي قشكي لكي سبي تشي سبي أجي حزبك مجي حسكر جي حزبك يا جبريل بو جبريل اشتحزك جبريل الملائكة عزمانا قشكي باندك يشفرين كاس حزبك جي حزبك بيرا الملائكة العردة باندك نبي خدش بي حسكر جي حزبك حسكرني وتكبت دلي إنسانا قشكي لأنه شر خدش تحسكر فتتخازي خدش تعالى اشتحزبك وعملا ما تركنا قراءة القرآن ونوافل عند الشم وبين شمان وقيام الليل وقرآن وذكر خدي تعالى فلا ما تركنا هن عملا دني هنا وبي خدي تعالى ما حسبك أما إن شاء الله درسنا بيجنا فخدي تعالى وقب قسمته مكة أما فيديو دني إن شاء الله قال بكنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.